السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي اللي متابعيني عاملين ايه معاكم مطبخ ام علي. النهارده هنعمل معاكم نعرفكم ازاي تعرفي البيض الفسدان من البيض الكويس السليم يعني. هنعمل ايه دلوقتي تجربة كده حلوة. هنحط البيضة كده في المية نعمل زي اختبار كده اهوت. البيضة دي هنحطها برضه اهي. البيضة دي ايه عامت على الوش. طب نعرف الفرق ازاي بقى يا ام علي ان البيضه دي صحيحه او مش كويسه او مش كويسه. البيضه الراقده في الكوبايه بتاعتنا كده الكاس بتاعنا كده تبقى ايه صحيحه. عايمه على الميه دي يا جماعه بتبقى مش كويسه فسدانه يعني. شايفين يا حبايبي البيض لما تيجي تجيبيه طبعا بتجيبي البيض بيبقى شكله باين قدامك. ما تجيبيش البيضه اللي هي ايه الفتحة دي لأ. جيبي الحمرا دي. شايفين بتبقى البيضة الحمرا دي أحلى في الأكل وفي الطعم. وغير كده بيبقى باين قدامك. متبقاش حلوة دي خالص. يا تجيبي البيضة بيضة خالص يا تجيبي البيضة حمرا خالص. ما تجيبيش البيضة كده ايه نص ونص. واقول لكم ايه يا حبايبي يا ريت النصيحة دي تفيدكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.